بتجيلك اوقات كتير بتحس فيها ان خلاص مبقاش فيه مجهود ولا وقت انك تحاول او انك تجرب تاني. بتحس باليأس وانك عملت كل حاجة عليك وانك خلاص موصلتش لحاجة وانت كده فشلت. لا يا صديقي، انت مش بتكون كده. الحاجة اللي انت شايفها فشل دي عبارة عن نتيجة للي انت عملته، وده لان كل حاجة احنا بنعملها بيكون ليها نتيجة ايجابية او سلبية، ومش انت لوحدك اللي كده، كلنا بنمر بنفس التجربة دي. فوارد جدا وبنسبة كبيرة كمان، لأن ده الاحتمال الأكبر إن النتيجة دي تكون سلبية وما تخليكش راضي عن نفسك. وهنا بقى أنت مش هتقف، هتحاول تاني وتالت ومليون، بس بعد ما تراجع نفسك كويس وتقيم أفعالك وتحاول على قد ما تقدر تستفاد من خبرتك اللي فاتت علشان توصل في الآخر للنتيجة اللي أنت عاوزها. أهلا بيكم في أول فيديو في القناة. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هل سمعت عن رجل أعمال وصل لنجاحه الباهر ده من خلال أول مشروع عمله؟ طب سمعت عن باحث وصل لنتائجه من خلال أول بحث ليه؟ أو حتى بطل رياضي أخد بطولة كبيرة من خلال أول مشاركة ليه؟ أكيد هنا الإجابة هتكون لأ. ولو حاجة زي كده حصلت بتكون بنسبة قليلة جدا، أو إن الحظ بيكون ليه دور كبير. انت ممكن ما تكونش شايف كم المحاولات والتعب اللي بيعاني منها الشخص ده، وتشوف انها حاجة بسيطة وسهلة، وان لو اي حد مكان الشخص ده هيحقق نفس النتائج. بس ده علشان انت ما جربتش تخوض التجربة بتاعته وبتشوفه بس وهو ناجح. واحد يقول لي استنى كده، انا افتكر اخر مرة فشلت فيها كنت حاولت مرة واتنين وتلاتة وفي الاخر برضو فشلت ووصلت لنفس النتيجة. هو كان المفروض انا عملت ايه؟ هقولك ده طبيعي جدا، لأن تكرار المحاولة بنفس الطريقة ونفس الأسلوب هيوصلك في النهاية لنفس النتيجة. وهنا لازم تراجع نفسك، وقبل ما تحاول تاني لازم تستفاد من محاولاتك اللي فاتت، وتكون عملت تقييم لنفسك ولأفعالك وصححت حاجات كتير كانت غلط، علشان في الآخر تعرف تحاول تاني بس بطريقة مختلفة. تعال بقى أقولك على خطة تعرف تتعامل بيها. الخطة دي مكونة من 5 خطوات. أول حاجة هتحدد اللي انت عايزه بوضوح. رقم 2 هتعمل كل حاجة توصلك للي انت عايزه ده. رقم 3 هتقيم أفعالك وكل حاجة انت عملتها وفي الآخر هتطلع بنتيجة. رقم 4 هتحاول تجرب تاني، بس هنا هتستفاد من خبرتك اللي فاتت في المحاولة اللي قبلها. رقم 5 هتقيم أفعالك مرة تانية وتشوف النتيجة ايه والمشكلة فين وتحاول ان انت تعالجها، وهكذا يا صديقي لحد ما توصل للي انت عايزه بنجاح. بس في حاجة مهمة مش عاوزين ننساها، وهي ان كل ما حاولت كتير في نفس الحاجة كل ما حماسك وشغفك بيقل. فعلشان كده حاول تحافظ على الحماس ده وتخلي دايما هدفك قدامك، لان ده اللي هيساعدك في الاخر علشان توصل للي انت عايزه. في بدايتك يا صديقي هتحس ان الحماس مسيطر عليك وبتحاول تعمل كل حاجة علشان توصل للي انت عايزه من غير ما تحس بتعب او ملل. بس لو الموضوع طول شوية او انك فشلت توصله من اول مرة فبتحاول تاني، هتلاقي انك بدأت تحس بملل وحماسك كله راح ومبقاش ليك نفس تكمل. ده غالبا بيرجع بنسبة كبيرة انك اتبعت نفس الطريقة والاسلوب اللي اتبعتهم في اول مرة، وده طبعا زي ما قلنا غلط، لان المفروض نغير طريقتنا ونشوف طريقة تانية مناسبة اكتر، وما نكتفيش ان احنا عاوزين بس ننجح واحنا في الواقع مش بنعمل الحاجات اللي تساعدنا على النجاح ده. في الواقع يا صديقي في ناس كتير بتحاول تنجح في نفس الحاجة اللي انت بتحاول فيها دي، فلازم تسأل نفسك سؤال مهم جدا، وهو ايه اللي يميزك عن الناس دي علشان انت اللي تنجح وهم ما ينجحوش. تعال اقولك مثال بسيط جدا هيوضح الكلام ده. كل الامهات مثلا عاوزين ولادهم يكونوا شطار في دراستهم، بس مش كل الامهات بتتبع الطريقة الصح لتشجيع وتحفيز اولادها على كده. مثلا في ام قارنت ابنها بزمايله او ابن خالته او ابن عمته، فالنتيجة هنا كانت ان الولد هيشعر بالنقص وانه غير مفضل بالنسبة لها، وهي اكيد مش عاوزة توصل لكده، ولكن الطريقة والاسلوب وصلوها لنتائج عكس اللي هي عايزاه. اينشتاين بيقول حاجة جميلة جدا: الجنون هو ان تفعل نفس الافعال كل يوم وتتوقع نتائج مختلفة. اذا لازم تصحح مسارك واسلوبك بشكل مستمر وما تكررش نفس الاخطاء علشان تعرف توصل اسرع للحاجة اللي انت عاوزها. لو انت وصلت لنهاية الفيديو فحمد لله على السلامة، ما تنساش اللايك والسبسكرايب للقناة وانتظرني في الفيديو اللي جاي.